اتكلمنا عن زيادة المعاشات وعن زيادة المرتبات. في الفيديو ده هنتكلم عن زيادة المهن الطبية. كل السادة اللي بيصرفوا مهن طبية نزل لهم زيادة مخصصة. المهن الطبية دي الأول، يعني إيه مهن طبية؟ المهن الطبية ده كادر خاص. كادر خاص في بعض الوظائف الحكومية بيطلق عليها إن هي كادر، من ضمنها المهن الطبية. بتشمل مين؟ المهن الطبية دي بتشمل دكاترة، بتشمل التمريض، وفنيين الأشعة، الفنيين اللي هو المعهد الفني الصحي بصفة عامة، الناس اللي بتشتغل في المجال الطبي. الناس اللي بتشتغل في المجال الطبي دول اتعمل لهم كادر مخصوص بمرتبات مخصوصة. الجزء بقى اللي يهمنا بالنسبة للزيادة بتاعتهم، النهاردة وزير المالية اتكلم عن الزيادة الخاصة بالمهن الطبية. أنا عملت فيديو شامل لكل القرارات اللي قالها السيد وزير المالية النهاردة عشان الناس كلها تبقى عارفة، وبعد كده قلت هنزل فيديو لكل فئة لوحدها نشرح التفاصيل بتاعة الفئة على حدة، علشان اللي يجي يدور على فيديو بتاع المهن الطبية يروح داخل على طول على الحاجة اللي تخصه، ما يسمعش الكلام بتاع الحاجات التانية. المهن الطبية بتقول ايه بقى يا جماعة؟ دلوقتي عندنا ارتفاع لبدل المهن الطبية مبلغ من 400 ل 475. ده زيادة عن القيمة بتاعته. هو القيمة الحالية كانت من 1000 ل 1700. في زيادة في بدل المهن الطبية حوالي 400 لغاية 475 جنيه. ايه الحاجة التانية اللي زادت؟ فئات النبطشية. النبطشية دي يعني ايه؟ اللي هي السهر والمبيت. السهر والمبيت هيتم مضاعفة المبلغ بتاع فئات السهر والمبيت. يعني اللي كان بياخد 200 هياخد 400، اللي كان بياخد 500 هياخد 1000، اللي كان بياخد 1000 هياخد 2000. فمضاعفة فئات المبيت والسهر لأعضاء المهن الطبية كلهم، مش لجزء منهم. طيب الحاجة التانية حافز الطوارئ. المبلغ اللي حضرتك كنت بتاخده في حافز الطوارئ هيتم مضاعفته بالنسبة للأطباء والتمريض المهن الطبية. يبقى كده اتكلمنا عن المهن الطبية، وقلنا الفيديو ده خاص بأعضاء المهن الطبية. نقول لكم ألف مبروك للزيادة، وأي استفسار ابعتوا لنا في تعليق وهيتم الرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم يا رب بكل خير. ما تنساش تشترك معنا قناة كلام له معنى على اليوتيوب وصفحة كلام له معنى على الفيسبوك. اشوفكم بكل خير يا رب. السلام عليكم.